في 7 من مساء اليوم يلتقي النادي الأهلي مع نادي الزمالك في مباراة لا تقبل القسم على 2. فخسارة الزمالك تعني ابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري، وخسارة الأهلي تعني ابتعاده بأنها توسع الفارق ما بينه وما بين بيراميدز إلى 4 نقاط لصالح نادي بيراميدز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة ونارية من غاوي كورة. في الحلقة دي هنقول لكم موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة وغيابات الفريقين وقائمة الفريقين وطاقم المباراة، طاقم تحكيم المباراة وتشكيل الفريقين والغيابات وتاريخ المواجهات والتوقعات. أول حاجة هنبتديها بموعد المباراة. موعد المباراة اليوم السبت 22/1 على قناة اون سبورت، في تعليق أيمن الكاشف ومؤمن حسن ومحمد الشاذلي. وأعلن اتحاد الكرة المصري تعيين حكم مباراة نرويجي بقيادة حكم الساحة سبيستيان اسكوس. يبقى هنا تعالى بقى نقول لكم، يبقى هنا تاريخ مواجهات الفريقين. هلعب النادي الاهلي مع نادي الزمالك في الدوري 128 ماتش، فاز الاهلي في 50 مباراة وتعادل في 50 وتعادل في 50 وفاز الزمالك في 28. يبقى هنا سجل الاهلي في مرمى الزمالك 163 هدف واستقبل شباكه 113 هدف، وتلقى الهزيمة من الزمالك 28 مباراة. أعلن السويسري ماركس القرن المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق المتجه إلى القاهرة على استاد القاهرة. هنا المتجه إلى القاهرة لمواجهة نادي الزمالك. جاء في حراسة المرمى محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير. في خط الدفاع محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، أشرف داري، كريم الدبيس، أحمد نبيل. في خط الوسط أحمد نبيل، كوكا، مروان عطية، كريم ندفد، عمرو السولية، إمام عاشور، أحمد رضا، عمر الساعي، حسين الشحات، محمد عبد الله. وهو في الهجوم جراد الشقر، وسام ابو علي، اشرف بن شرقي. المباراة دي شهدت الظهور الاول لاشرف بن شرقي بقميص النادي الاهلي. بهدة ومتوقع ان يبتدي على دقة الاحتياط وينزل في الشوط الثاني. ان شاء الله نتمنى التوفيق لاشرف بن شرقي ويقسو على فريقه القديم. جاءت قائمة الزمالك امام الاهلي لمواجهة الاهلي المتجه الى القاهرة بقيادة بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الاهلي والمدير الفني الجديد لنادي الزمالك. جاءت في حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي، في خط الدفاع محمود بن تايج، صلاح مصدق الوافد الجديد، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبد المجيد، وعمر جابر، واحمد محمود، واحمد حسام، ومحمد حمدي. وفي خط الوسط سيف فاروق، جعفر، عبد الله السعيد، زيزو، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، احمد الجفاني الوافد الجديد، ومحمد السيد، ومصطفى شلبي. وخط الهجوم سيف الدين الجزيري، وناصر منسي، وحسام اشرف. تعالى هنقول لكم تشكيل الاهلي المتوقع وتشكيل الزمالك المتوقع. تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة القمة: جاءت في حراسة المرمى محمد الشناوي، رامي ربيعة، مصطفى العش او اشرف داري. في محمد هاني باك يمين، وكريم الدبيس باك شمال. في خط الوسط احمد رضا ومروان عطية، لا غنى عنهم الاثنين، لازم ان شاء الله يبدأوا اساس. في خط الهجوم في 3 في نص الملعب، يعني بطريقة 4-3-3. في نص يبقى انا امام عاشور راس مثلث قدام امام عاشور. وفي خط الهجوم محمد عبد الله وحسين الشحات باك شمال، ووينج شمال. وفي الامام جراز شار او وسام ابو علي. وفي برضو تشكيلة تانية بطريقة 4-3-4-3. في حراسة المرمى طبعا محمد هاني. في خط الدفاع 3 رامي ربيعة. دفاع يبقى هنا ومصطفى العش واشرف داري. في وينج يمين حسين الشحات، وينج شمال كريم الدبيس. دي في خط الوسط، يعني يبقى هنا في خط الوسط احمد رضا ومروان عطية. وفي الامام امام عاشور، جرادي شار، حسين الشحات. لا مش حسين الشحات بقى، جرادي شار وسام ابو علي. احنا دي تشكيلة. تعالى نقول تشكيلة الزمالك. في حراسة المرمى بنسبة كبيرة هيبتدي محمد عواد. في خط الدفاع محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد. في باك شمال هيلعب محمود بن تايج. باك يمين هيلعب عمر جابر. في نص الملعب هيبتدي بدونجا وشحاتة وعبد الله السعيد. وفي الامام زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري. على نقول لكم على نقاط القوة والضعف لفريق نادي الزمالك. وأنا نقاط القوة يبقى أنا نقاط الضعف محمود حمدي الونش من ساعة أما رجع للإصابة هو مش محمود حمدي الونش اللي احنا عارفينه. طبعا دكة. احنا تعالى هنقول لكم برضو غيابات الفريقين الأول. غيابات الفريقين
غيابات الأهلي: طاهر محمد طاهر الإصابة، محمد مجدي قفشة إصابة، ياسر إبراهيم إصابة، يحيى عطية الله إصابة، كريم فؤاد إصابة، وعلي معلول خارج القايمة. غيابات الزمالك: محمد عبد الشافي عدم الجاهزية، شيكابالا عدم الجاهزية، حمزة المسلوسي إصابة بالرباط الصليبي، أحمد حمدي إصابة بالرباط الصليبي، محمود جهاد إصابة بشد، أحمد فتوح شد، ناصر ماهر إيقاف مباراتين من مباراة الإسماعيلي. هنقول لكم نقاط القوة والضعف للأهلي. نقاط الضعف للأهلي: بطء في خط الدفاع وخصوصا رامي ربيعة بيعمل كوارث، ديت اكتر نقطة ضعف بين الاهلي في اخر كذا ماتش، دي اكتر نقطة ضعف. تاني ونقاط القوة للاهلي كتيرة بقى: عندك راس الهجوم، تحركات جراد الشار المرعبة، تحركات محمد عبد الله، تحركات امام العاشور اللي ماسك فورمة مرعبة مرعبة مرعبة. ودونجا النهارده هيبقى عليه مجهود جامد قوي، ممكن يلبس دونجا النهارده طرد. ممكن بقى هنا ماشي. وعندك بقى نقاط القوة وضعف الزمالك: نقاط القوة زيزو وسيف الدين الجزيري، كعبه عالي على دفاع الأهلي كله وبيقدر يعمل مشاكل. زيزو أحسن أكتر مكان، لو كان حتى في أسوأ حالاته يظل زيزو. نقاط الضعف بقى في نادي الزمالك: عندك محمود الونش، ساعة ما رجع الإصابة وهو مش الونش اللي احنا عارفينه. تقدم بإنتاج كتير فبيسيب مساحات وراه فيقدر يستغلها حسين الشحات. بس دي أكتر نقاط ضعف. توقعات نتيجة المباراة: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأهلي هيكسب 4-1، وهيحرز إمام عاشور هاتريك. يعني توقعات صعبة شوية، بس لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تقدر للمجهود. عايزين نوصل ل100 مشترك في أقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.